هذا وتتابعون هذا اللقاء ضمن برنامج سوريا الآن في حلقته القادمة. بعد فرض الجيش السوري الحر سيطرته على مدينة بوكمال في محافظة دير الزور، يعمل على تنظيم الحياة المدنية وتقديم المساعدات الإنسانية لسكان المدينة والنازحين إليها عبر هيئات إغاثية خيرية. التفاصيل في سياق التقرير التالي. لا تنتهي مهام الجيش الحر عند تحرير المدن والقرى، بل تتعداها لتأمين الإغاثة والمساعدة الإنسانية بتأمين الطعام ومستلزمات الحياة اليومية لسكان المدينة والوافدين إليها بعد أن أصبحت محررة. هذا القسم منهم قام بالحراسة الليلية، ومنهم قام بمساعدات تنظيف المدينة وأي مساعدة تتم في المدينة، والقسم الآخر يقومون وبتوزيع الجيش الحر لتلك الإعانات والمساعدات على المستحقين لها من الأهالي والوافدين، يكون قد ساهم من جديد في حمايتهم بعدم تعريضهم للقصف المباشر. نذهب إلى الجمعيات الخيرية، نأخذ منهم الأسماء وعناوين المنازل، ونأخذ منهم الحصص التي توزع على المنازل. ثقة وتعاون متبادل بين الجمعيات الخيرية والهيئات الإغاثية وبين الثوار لتحقيق العدالة بين المستفيدين، وحتى تصل المساعدة تماما لمن يستحقها ممن هجر قسرا عن بيته وحرم من مصدر عيشه. هم الوافدين إلى المدينة، الضيوف من جميع المناطق والمدن المنكوبة، والمحتاجين والفقراء والمساكين في مدينة البوكمال. التوزيع ليس عشوائيا، فهم يحددون الأسر وعدد أفرادها وعناوينها وما يحتاجه كل منها، وتجهز بموجب قوائم لتصل بعد ذلك لبيوت المحتاجين والنازحين والمستحقين لتلك المساعدات والإعانات.